السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عامله لكم بقى فتة لحمة عظمة، يا رب تعجبكم. وكمان عاملة شوربة لسان عصفور، وعاملة بامية او بامية مفروكة زي ما هتشوفوها معايا دلوقتي. حاجة تحفة، يا رب تعجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولايك وشير عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا. هندي صدمة للحمة على النار في معلقة سمنة بلدي، نشوحها على جميع الاتجاهات عشان ده يخليها تحتفظ بميتها وتستوي معاكي اسرع زي ما انتم شايفين كده. اول ما تاخد معاكي صدمه بقى، ننزل بالاعشاب. الاعشاب كرفس، ورق لورا، حبهان وقرنفل، وعودين قرفه، ونقلب مع بعض يا جميل. ودلوقتي ننزل بالخضار، بقطعه مكعبات، طماطم وجزر وبصل. ودلوقتي ننزل بالميه ونسيبها على نار بقى عاليه لغايه ما تستوي معاكي. في الوقت ده بقى كانت استوت معايا، وده شكلها. بنزل بقى انا بخلي البهارات بتاعتي في الاخر، عشان ايه؟ ده اللي بيخليها ما بتستويش بسرعه. بحطهم في الاخر: ملح، فلفل اسود، وشويه جوز الطيب. دلوقتي كنت بتاكد من اللحمه، سبتها على نار واطيه بقى عشان تستوي كويس جدا وتبقى ايه؟ زبده. دلوقتي بقى ايه؟ بعمل لسان عصفور، بشوحه في معلقه سمنه او زيت واول ما يتشوح معايا انزل بالميه. ودلوقتي بقى هخليه يغلي على النار لغايه ما يستوي. انا على فكره بحب اسويه في ميه، عشان احنا مش بحب احط الشوربه ساعه الاكل على طول. دلوقتي بقى ايه؟ لو انت هتاكلي على طول يبقى تسويها بشوربه على طول. انا بغسلها بعد كده تحت الميه الجاريه زي ما انتم شايفين، وبصفيها وبركنها على جنب لغايه ما اخلص بقيه الاكل. دلوقتي بنزل بقى ايه عليها بمعلقتين صلصه بعد ما صفيتها، وبنزل عليها بالشوربه. بنزل عليها بالشوربه وافضل اقلب اهو زي ما انتم شايفين. وانزل بقى بشويه فلفل اسود وشويه ملح ورشه جوز الطيب. دلوقتي كانت خلاص، شايفين لونها عامل ازاي؟ تحفه. يا رب تعجبكم. طعمها وريحتها حكايه. شايفين شكلها ولونها ولا طعمها؟ يا ريت كنتوا معايا وتدوقوها. دلوقتي بقى هحضر بقى ايه؟ تقليه الصلصه بتاعت الفته. توم على النار، في ملح وفلفل وشويه كزبره ناشفه. انا الكزبره بخليها في الاخر لما تقرب تتحمر التومه عشان ما تتحرقش معايا. بنزل بقرن فلفل حامي. طبعا لو ما بتحبوش الشطه تقدر تستغني عنها. ودلوقتي بقى نزلت بشويه خل، وانزل بمعلقتين صلصه. وبعدين انزل بعصير الطماطم. بعد كده بنزل بملح، فلفل، معلقه صغيره سكر، كزبره ناشفه، شويه جنزبيل وشويه شطه وشويه قرف. حاجه كده جنان، ريحتها كانت تحفه. دلوقتي بقى بحضر للرز الفتة. احنا بنعمل رز الفتة المفروض يتعمل ابيض، بس احنا بصراحة بنحبه مفلفل. كل واحد بيعمل ايه على طريقتك يعني، واللي بتحبيه انت وذوقك. دلوقتي انا بفلفل شوية رز، يعني ربع الكمية تقريبا اللي انا عاملاها بفلفلها، وهنزل عليها بالكمية الباقية اول ما يتفلفل. دلوقتي تفلفل معايا، ونزلت عليها باقي الكميه، وحطيت كام ورقه لورا، وانزل بالميه وملح بقى ايه على حسب الكميه اللي انت حطاها. دلوقتي كانت الصلصه استوت معايا، بنزل بكبشتين 3 شوربه، بظبط السمك بتاعها وكده كانت تمام. والرز دلوقتي بعد ما نزلت عليه بالميه خلاص شرب الميه بتاعته، بوطي عليه النار واسيبه يكمل سوا على راحته. اكون انا بحضر ايه دلوقتي بقى؟ عيش الفته. بقطع عيش الفته، ممكن عيش اسمر، عيش شامي، اللي انت عايزاه يا حبيبتي. انا ساعات كمان بيبقى عندي بواقي عيش من الولاد في البيت، مش برمي اي حاجه، حرام انتوا عارفين. فدلوقتي انا بقطع كل بواقي العيش اللي كانت عندي مع عيش اسمر، كله بقطعه مكعبات، واحط عليهم معلقه توم وفلفل وملح وكزبره ناشفه ومعلقه سمنه، وادعكم كويس جدا مع بعض، وادخلهم تحت الشوايه يتحمروا. وما انساهمش كل شويه ادخل اقلبهم لغايه ما يتحمر معايا. وممكن تقليه في الزيت انت براحتك، بس انا بحب الطريقه دي لان تاني بيبقى شارب زيت جامد. دلوقتي بقى مش هننسى الباميه. هعمل الباميه مفروكه بقى، مقطعاها قطع كبيره كده زي ما انتم شايفين، ومعاها بصلايه، وعليها معلقه صغيره توم، وبحطها على النار وعليها كبشتين شوربه. وبعد ما بتستوي زي ما انتم شايفين بضربها بالهاند بلندر. مفيش هاند بلندر في الخلاط يا روحي، تضربيها زي الفل. دلوقتي كنت ضربتها، وبحضر بعد كده وبزود الشوربه بقى، بظبط السمك بتاعها عشان كانت خلاص تقلت معايا. دلوقتي بحط ملح وشطه وكزبره ناشفه وشويه سكر هتخليها زي السكر. ودلوقتي بقى معلقه سمنه على النار عشان نعمل الطشه بقى، وتوم، معلقه توم كبيره،
وملح وفلفل وشويه شطه وكزبره الناشفه بخليها للاخر عشان زي ما قلت لكم قبل كده ما تتحرقش معايا. دلوقتي اهو نزلت بالكزبره الناشفه وخلاص التومه خلاص بتتحمر معايا. هنزل بيها بقى على الباميه واكون بشره طماطمتين علشان هنزل بيهم على نفس الطاسه اللي عملت فيها الطشه، واحط فيها شويه برضو كزبره وشويه ملح وشوية فلفل أسمر، وأنزل بيها بقى على البامية. ويا سلام حاجة جنان. تنزلي بقى بكبشتين بامية على الطاسة وتقلبيها كويس وترجعي بيها على الحلة تاني. حاجة تحفة ريحة وطعم ما أقولكيش بصراحة، لازم تجربيها وتقولي رأيكم في الكومنتات. دلوقتي بقى هحمر اللحمة عشان نحضر للفتة. تحمريها في معلقة سمنة بلدي وشوية زيت بقى ولا زبدة، حاجة تحفة. وننزل بكبشة شوربة بقى ولا كبشتين شوربة على العيش بتاع الفتة عشان بس تطريه شوية. اوعى تطريه قوي لدرجة انه يتهري معاكي، احنا عايزينه مقرمش شوية. دلوقتي هنزل بكبشتين صلصة الفتة. ودلوقتي بقى انزل بالرز المفلفل اللي كل رزة ورزة حكاية. شايفين؟ يا سلام. دلوقتي بقى هنزل باللحمة وارصها كده على وش السرفيس بتاعي، وانزل بعد كده ايه بقى بالصلصه بتاعه الفته. تنزلي بقى على اللحمه كده ايه، يا سلام. وعلى الرز بقى حاجه ما اقولكيش. على فكره في ناس بتحب تعمل طشه كمان على طبق الفته، بس بصراحه كده كتير قوي، كفايه قوي اللي احنا عملناه يعني كفايه توم كده. دلوقتي بقى خلصنا وغرفنا الشوربة والبامية وكله جاهز على الأكل بقى، وبينده الأكيلة بالهنا والشفا للي هياكل. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. باي باي.